أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة أبو زهرة الزراعية، وفيديو جديد هنتكلم فيه عن ما بعد إتمام الخدمة الشتوية. يعني إحنا هنتكلم عن الفيديو ده. إحنا اتكلمنا كتير عن كيفية عمل الخدمة الشتوية، لكن اللي هنتكلم فيه دلوقتي بقى بعد ما أعمل الخدمة الشتوية. يبقى لازم في هنا حاجات أوضحها. الخدمة الشتوية بعد ما بتتحط أعمل إيه؟ احنا بنصور في مزرعه اصناف محلي زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، يعني زي الفل. ولسه مخلصين الخدمه النهارده، ولسه ان شاء الله هيبقى في التخمير بتاع الماء النهارده. اول حاجه، احنا بعد ما بنعمل الخندقين يمين وشمال وبنحط الكميات بتاعتنا ونقلبها في التربه كويس وندفن عليها، ببدا الف الحلقه. الحلقه اللي بلفها هنا لازم يا جماعه تتلف من خارج الحلقه زي ما انتم شايفين كده. يعني لازم الفها من الخارج، ما الفهاش من داخل الحلقه. ليه؟ لان لو لفيت من داخل الحلقه فانا هقطع جذور كتيره جدا، وفي نفس الوقت همنع المساحه او الحيز اللي هيتبنى فيه جذور جديده. الحاجه الثانيه ان انا الحلقه لازم تكون مناسبه لحجم الشجره، المجموع الخضري. ما ينفعش ان انا اعمل حلقه كبيره قوي، وما ينفعش ان اعمل حلقه صغيره جدا. الحاجه الثالثه، ارضيه الحلقه من جوه لازم تكون اعلى من الارضيه بتاعه التربه نفسها وبتاعه الارض نفسها. يعني هنا الحلقه من الداخل تكون اعلى من هنا، وده عليه عامل مهم جدا، لان العلو بتاع الحلقه نفسه عليه عامل مهم جدا في نمو الجذور. على عكس ما انا ما بخش مزارع كتير وبلاقي الناس كلها مخليه الحلقه من الداخل بتبقى واطيه. ده غلط، وغلط كبير جدا، وبيقلل من النمو الخضري، وبالتالي بيقلل من الانتاج بصوره كبيره جدا، وبيبقى عرضه ان الجدر يتسبب له مشاكل او يموت بسبب ضربات الصقيع، زي الصقيع الاشعاعي مثلا في الشتاء، او الصيف في ضربات الحر او درجات الحراره الشديده. الحاجه الثانيه، الخراطيم لازم تكون بعيده شويه عن الجدر، مسافه ما تقلش عن 40 سم يمين وشمال. ولازم الحلقه دي تتغمر ميه كويس جدا، والا الخدمه مش هيبقى لها اي عامل. الحاجه الثانيه، احنا قلنا حجم الحلقه لازم يكون الحجم ده مناسب بقدر كميه الجذور اللي موجوده اسفل الشجره. يعني انا النهارده ما ينفعش ابعد بالخدمه الشتويه بتاعتي عن الجذور، ولا ينفع ان انا اقطع شعارات كتير. لازم الجزء بتاع الشعارات الجذريه اللي انا بقطعه يكون حاجه بسيطه برضه. ليه؟ عشان ما اجورش على الجذر اللي انا بنيته طول السنه او طول الموسم اللي فات. فالنهارده انا حجم الحلقه مرتبط بالمجموع الجذري اكتر ما هو مرتبط بمجموع الخضري. لان احنا زي ما بنسمع في كل الفيديوهات ان النطاق بتاع الجذور هو اسفل منطقه الظل. الكلام دوت في الاراضي اللي بتتروى غمر، مش في الارض اللي بتتروى بالتنقيط وفي الجبل او في الاراضي الرمليه. ليه؟ لان الجدر مرتبط بالحيز الرطوبي بتاعك. انت النهارده لو اديت ميه فانت حجمت الجدر على قد الميه اللي انت بتديها للنبات. عشان كده احنا بنبعد الخرطوم كل سنه شويه بشويه كده. ارتفاع الحلقه من جوه ده ما بيتبنيش في موسم واحد، ده بيتبنى على مدار مواسم كتيره جدا. لو الارض منخفضه، يعني لو انا عندي الارض منخفضه ما ينفعش ابنيها مره واحده. ما ينفعش ارفع مستوى الحلقه اعلى من الارض دي مره واحده. لازم لما ارفعه على اوقات معينه وفي اوقات معينه، على اساس ما اضرش الشجره وما اوقفش نموها. فدي كلها امور كان لازم نعرفها ما بعد اضافه الخدمه الشتويه. لازم تكون ارضيه الحلقه من جوه مستويه، والا الميه هتقف في جنب، وبالتالي هتعمل لي مشاكل في الجنب الاخر. فلازم ارضيه الحلقه من جوه تكون مستويه في نفس الوقت اعلى. وبرده في حاجات بنعملها، ان احنا بنيجي هنا حوالين الساق بتاع الشجره وبنعمل حلقه صغيره. الغرض من الحلقه الصغيره ديت هي ان انا امنع الميه انها تبقى ملامسه للساق. ليه؟ عشان خاطر احميها من التشققات اللي بتحصل. ولكن هي الحلقه هنا هما ما عملوهاش، ولكن في فيديو تاني هنوضحه ونبقى نعمل. وفي فيديوهات انا عاملها قبل كده هتلاقوها موجوده عندي على القناه. ده كان كل اللي انا عايز اوضحه ما بعد الخدمه الشتويه. لازم الارض زي ما حضراتكم شايفين كده لازم تكون نظيفه، لازم تكون ما فيش فيها حشائش، لان انت عندك دخلت على موسم الشتاء بتاعك. المفروض بقى خلاص الارض عندك نظيفه، حلقتك نظيفه، الشجره كلها مستعده لدخول موسم جديد
على خير. تعمل رشاتك الحشريه ورشتك الفطريه بحيث تبقى داخل على سكون وانت مرتاح. اهم حاجه بعد موضوع الخدمه انك تغمر كميه ميه مظبوطه، وما يهمكش، ما تخافش من موضوع التزهير، لكن اللي يهمك ان انت تستفيد من الخدمه الشتويه عشان تقدر تستفيد منها خلال الموسم. وكان معكم حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.